ده وسط الأزمة اللي كان سيدنا يونس فيها في بطن الحوت ما طلبش من ربنا يخرجه. سيدنا يونس لو تاخد بالك من الدعاء اللي دعاه إنه ما طلبش أصلا حاجة من ربنا. في كم الرعب اللي اتحط فيه وكم الخوف اللي كان فيه كإنسان وبشري، أول شيء هيطلبه إنه ربنا ينجيه من الأزمة اللي هو فيها، وبعد كده يحصل اللي يحصل. بس الغريبة في القصة دي إنه سيدنا يونس ما اختارش إنه يدعي ربنا بإنه ينجيه من أي شيء أصلا. والدعاء اللي مسجل في القرآن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع إني لما رجعت الأدعية اللي دعاها الأنبياء: يا رب نجيني، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إلا دعاء سيدنا يونس، الدعاء العجيب في الوقت العجيب اللي كان فيه جوه بطن حوت، دعاءه ما فيهوش إلا حاجة واحدة بس، وهي الاعتراف بالغلط اللي غلطه: إني كنت من الظالمين. يا رب أنا غلطان. وكأنه بيعلمنا رسالة قوية جدا لأي إنسان في الدنيا، إنه ربنا طالب منك إنك تقف وقفة مع نفسك عشان تعرف أنت غلطان في إيه. إنه ربنا طالب منك إنك قبل أي شيء تقف وقفة وتعرف أنت صح ولا غلط، تعرف أنت مظلوم ولا ظالم، تعرف أنت في وقتك وفي وضعك ده إيه السبب في الأزمة اللي اتحطيت فيها، تراجع نفسك أنت هنا ليه. لأنه اختبارات كتيرة جدا وابتلاءات كتيرة جدا بيكون ربنا رزقك ليها بسبب شيء انت عملته لكن انت مش واخد بالك. واللي عمله سيدنا يونس هنا هو انه راجع نفسه، مع انه جوه بطن حوت ومع انه موقف مفيش حد في الدنيا هيفكر في اي شيء الا انه يدعي ربنا انه ينجيه بس من الازمة او من الموقف اللي هو فيه. لكن هو راجع نفسه، وبدل ما يقول يا رب نجيني قال يا رب انا اللي غلطان. والأغرب في القصة إنه ربنا يقول لنا في كتابه إنه استجاب له. طب استجبت من إيه يا رب؟ ده هو ما طلبش أصلا شيء. طب استجبت له في إيه يا رب لما هو قال إني كنت من الظالمين دون أن يذكر يا رب نجيني، خرجني يا رب، يا رب خليني أعيش، يا رب خرجني من بطن الحوت؟ ما قالش أي حاجة من دول، ولكن ربنا رد عليه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكمان يخليها سنة، ربنا بس مستني منك انك تراجع نفسك في موقفك اللي انت فيه وتشوف انت صح ولا غلط، ويكفي عند ربنا لانه عالم اللي جواك فيه ايه، انك بس تقول يا رب انا راجعت نفسي، انا ما كنتش صح في الموقف ده، يا رب انا في الازمة دي. هو مش مستني منك انك تقول يا رب نجيني لانه يعلم